كابتن سيد؟ كابتن سيد انا صاحب جيم، انا كابتن معتمد طبعا، سيرتيفايد يعني كابتن معتمد وعندي خبرات كتير في الجيم وفي الاجهزه وفي التمارين وازاي نساعد الناس انها تبدا تتمرن، تبدا تروح الجيم. بسم الله ما بدايات شاء الله. تكون ازاي يعني. طيب ليه اخترت مجال الجيم بالتحديد؟ جيم، اه مجال الجيم هو مجالي، مم. لاني انا من البدايه كنت بلعب وكنت حابب اللعبه، وبدات اقرا وبدات استوعب كتب كتير لان انا كنت حابب ومن غير ما الموضوع. انت مش شايفه عامل ازاي؟ يعني عايز يختار مجال ايه يعني؟ يبيع بسبوسه؟ هو مجالي فانا حابه من البدايه وخبراتي وكل حاجه كرست حياتي كلها ان انا اركز في الموضوع دوت ويبقى ده البيزنس بتاعي. تمام. طيب حضرتك شايف ان لازم عشان ابدا بيزنس لازم يكون عندي الخبره في البيزنس ده؟ يعني انت لو ما كانش عندك الخبره في الاجهزه وفي الجيم شايف ان الموضوع كان هيبقى تحدي اكبر؟ هيبقى تحدي اكبر فعلا، بس هو الافضل ان انت يكون عندك خبره. الخبره بتلعب دور كبير قوي بنسبه كبيره، مش اقل من نسبه 60 ل 70%. كل ما يكون عندك خبره كل ما تساعدك اسرع ان انت توصل لهدفك، يساعدك اسرع ان انت تعمل اللي انت عايزه. في نفس الوقت هتساعدك ان انت توصل اللي معاك كمان اللي هو عايزه. هي دي الخبرات. لكن اللي هيبدأ بدون خبرة هياخد وقت طويل وممكن يفشل والفشل وارد جدا جدا جدا. طب كلمنا عن نقطه البدايه، ازاي قدرت ان انت تحول الخبره بتاعتك دي ان انت تبقى صاحب جيم؟ ايه الخطوه الاولى اللي انت اخدتها؟ بص، هو اول حاجة لازم تبدأ بان انت تحط تارجت لحياتك. التارجت ده بيكون انا عايز ايه، انا رايح فين. لكن انت بيزنس واحد نجح فتروح تعمل زيه، واحد فشل فتبعد عنه، لا ده غلط. هي البدايات كلها ان انت تكون حاطط في دماغك ان انت هتنجح. في مقولة بتقول كده، اذا يعني زي اذا عزمت فتوكل على الله، هي زيها بالظبط تقريبا يعني. من عقد النية على الفوز لا ينطق بكلمة مستحيل. فبدأنا. البدايات بتكون فيها فشل، فيها سقوط، فيها وقوع، فيها وقوف، بس لازم تساند نفسك بنفسك، ما تعتمدش على حد غير نفسك، وحاول بقدر الامكان تشوف فين اخطائك وتعالجها. بس بالتالي لو هتلعب رجلين لازم حد يسندك، اه صح؟ مش هت... دي الوحيده اللي لازم حد المشكله يسندك في فيها. الرجلين ان انت دايما تمارين الرجل للاعب القديم او الجديد وهو خارج بيكون شويه مش عايز حد يكلمه، يعني ممكن يتخانق مع دبان لازم وشه. دي بقى لازم حد يسندك فيها، دي صح ولا لا؟ عايز حد يسأل. بالظبط فعلا تمارين الرجل صعبه جدا، وبعدين دي بيلعبوها كل الرياضات. يعني اللي بيلعب كوره بيلعب تمارين رجل، اللي بيلعب رفع اثقال بيلعب تمارين رجل، لان الرجل بتعتبر اساس شيلاك. انت لو مش رياضي عندك رجلين قويه ما يصلحش تكون رياضي، ما يصلحش تبقى من فوق بادي وتحت بيلدينج، لا هي بادي بيلدينج لازم تبقى كله كامل. خلينا نتكلم عن البيزنس اكتر. كتير من الناس بيحطوا عائق لنفسهم ان انا مش قادر ابني البيزنس لان انا معيش الماني. هل انت عدم توافر المال او المال كان عقبة في حياتك ان انت تبني البيزنس بتاعك؟ المال، بص هو المال من النسب الكبيره قوي لازم تبقى موجوده. ازاي هتعمل بيزنس وانت ما عندكش مال؟ حتى صاحب المال اللي عنده بيزنس بتلاقيه برضه بيدور على المال، ده بيقترض، بيحاول يدور على حلول ان هو يطور نفسه. ما عندكش راس مال، لان اي بيزنس لازم راس مال، وراس المال ده معناه ان في عندك اكسس، يعني في عندك زياده، في عندك فلوس بتشغلك وفلوس موجوده الاحتياطي. لان زي ما حصل وقت الكورونا، اي تاجر ما كانش معاه سيوله وقع، اي تاجر ما كانش معاه اللي يسنده ويكفي ايجاراته ويكفي موظفينه قفل. فهنا المشكله، فلازم يكون المال اساس اي بزنس. طيب نقول المال كام في المية من السايكل كلها؟ على حسب البزنس، عمرها ما تتحسب في مجالك. في واحد معلش سوري يعني مجالك. في مجالي انا المال اساس. كام في المية؟ لا بنسبه كبيره، بنسبه 70% اقل حاجه. طيب و30% التانيين 30% التانيين دول بيعتمدوا على الخبرات، بيعتمدوا على المتابعة، بيعتمدوا على ان انت تشوف ايه المطلوب منك في الجيم او في البيزنس بتاعك. اذا كان البيزنس بتاعنا الجيم وهنتكلم بس عن الجيم مثلا، لازم تعرف ايه المطلوب، ايه النواقص، ايه متطلبات الكلاينتس. لازم تعرف الكومبيتيتورز اللي هم المنافسين بتوعك ايه هم عندهم، عشان تعرف تنافس كويس. جزء من الاجزاء الكبيره قوي من نسبه ال 30% دي تعرف اللي حواليك عندهم ايه، شغالين ازاي، اسعارهم ايه، بيقدموا خدمه قد ايه، هل مهتمين ولا مش مهتمين، هل عندهم صيانه
للاجهزه دوريه ولا لا، هل عندهم نظافه، عدد الحمامات، هل في حمامات خاصه للنساء. دي هي 30% هي مهمه، بس هيبقى المهمه بعد ما يجي نسبه 70% اللي هي وهي رأس الأجهزة المال. والمال. طبعا. انا عندي وجهة نظر ان انا عشان اوصل لهدف معين افضل طريقة ان انا اشوف حد وصل للهدف ده وابدا ان انا اخد منه نصايح، ده بنسميه المنتور. يعني انا عايز اقول لك، هل انت كان في شخص هو عمل البيزنس بتاعك انت كنت شايفه المنتور بتاعك، انت شخص بتتعلم منه او هو بيوجهك بشكل ما او بيديك نصايح معينة؟ بص احمد، انا هقول لك على حاجه. البيزنس عامه اي حد بيبدا ان هو ياخد الاكسبيرينس بتاعته على حسب بطريقته. انا ممكن اخدها عن قرايه، ممكن اخدها عن ان انا بلف مثلا بالجيمات واخد انا الخبرات. مش كل حد هيقول لك كليرلي كل حاجه. مين كان المنتور بتاعك؟ انت المنتور بتاعك كان ايه؟ مفيش حد كان المونيتور بتاعي قد الاكسبيرينس اللي انا خدتها من القرايه والدراسه، وان انا اكون كابتن سيرتيفايد وعندي ثقه بنفسي كويسه جدا ان انا ابدا البيزنس ده. دي اهم نقطه في الموضوع. اي مونيتورز هيكون بالنسبه لك مش هيبقى زيك، لانه ممكن يكون عنده نواقص. فانت عشان كده لازم تشوف اللي حواليك بعينيك مش بالكلام اللي بتسمعه. فهي في اللعبه بتاعتنا دي مش شرط انك تسال ولا تقول لحد انت عملت ايه وما عملتش ايه، لان هو تقريبا في اي بزنس مش هيقول لك كل حاجه صافي، لازم هيديك الحاجه اللي هو عايز يقولها لك بس. فانت لازم انت تستكشف، لازم تعتمد على نفسك، لازم تقرا، لازم تشوف اللي حواليك هما بدأوا ازاي وهل نجحوا ولا ما نجحوش. ممكن هو بادئ وشغال لكن مش ناجح، فانت لازم تعرف نقط الضعف اللي عنده وبعدين تبدأ تشتغل عليها. ممتاز. طب كلمنا على فريق العمل. تأكيد عندك ناس بتساعدك في البيزنس بتاعك. كلمنا عن فريق العمل، زي ان انت اخترتهم، ايه المواصفات اللي انت كنت حاططها وانت بتختار الاشخاص دي؟ هل في مثلا حسيت ان انت اخترت شخص ما بطريقه غلط، بدات تغير معتقداتك عن فريق العمل وانت بتغير؟ اكيد احكي لنا عن تجربتك في القصه. بص، فكرتني موضوع فريق العمل ده لما كان عمرو دياب جايب دينا الشربيني، فاكر؟ وكاتب عليها فريق العمل. صراحه الدكتور يعني مداخلاته عسل صراحه، يعني هو اللي شويه السكر اللي موجودين في اي قعده كده صراحه يعني. والله هقول بجد بجد بدون اي مجامله يعني صراحه، هو اي قعده يا باشا جامد، هو حد عندنا حاجه جامد يا باشا. فدلوقتي انا هقول لك الفريق بتاعي انا كان بالنسبه لنا او بالنسبه لاي رياضه، ويمكن انت برضو لو عندك خبره في اي حاجه، لازم يكون حد انت بتعتمد عليه، وده ما بيجيش بالسهل. والبيزنس ده بتاعنا لازم تبدأ فيه انت شخصيا، تكون على الفلور على الارض. انت اللي تكون واقف فترة طويلة، مش اقل من سنة ونص انت واقف لوحدك، شايل جيم لوحدك ان شاء الله، حتى تفتح 24 ساعة. بعدين تبدأ تختار التيم بتاعك. يفضل بقى التيم بتاعك ده ما يكونش بعيد عن الجيم. في البيزنس كسكن قصدك؟ طبعا ما يكونش بعيد عن الجيم، كتمرين وسكن. يعني يكون حد من ولاد الجيم طبعا، عشان لو اتمرن رجلين يعرف يروح. لا، هيبقى عارف كل المكان، هيبقى عارف اشخاص. بالتالي لو دورنا عليها ماني، هو كمان هيجيب لك الستاف بتاعه القريب منه. لما تيجي تتكلم عن تايم، هو هيبقى اول واحد واصل اي ظرف طارئ، مش عارف ايه، هو هتلاقيه اول واحد بيفتح المكان. هيبقى مرتاح نفسيا، مش من كل النواحي. هي من كل النواحي. انا من يعني لو حب يتغدى يروح يقيد شويه. تيجي مثلا في ظرف زي ظرف رمضان، طيبين قوي يا خالد الجيم. ظرف زي ظرف رمضان هو هيخلص مثلا الساعه 5:30، انت كده يعني حاولت تاخد الوقت الكافي بتاعك لحد الساعه 5:30 والفطار الساعه 6. فبالتالي هو لو بعيد مش هيلحق يروح بيته. فاهمني؟ لو حصل اي ظرف وانت احتاجته، انزل، ده في ظرف كذا كذا، في حد ما جاش، هينزل. اللي حواليك كلهم هييجوا عشان خاطر الشخص ده، لان الشخص ده قريب، جاره، اخوه، ابن خالته، ساكن قدامه، معاه في المدرسه، معاه في الكليه. ايه تاني غير موضوع ان هو قريب من السكن، من البيزنس؟ ما هو النقطه الثانيه ان هو يكون من ابناء الجيم. كل ما يكون من ابناء، يعني هو متدرب عندك الاول. انت تبدا بقى تركز مين اللي يفضل، لانك شايف تعاملاته، ده هيوفر عليك وقت كبير. تعاملت معاه، عرفت ان هو حد بروفيشنال او مش بروفيشنال، ممكن نقول يعني كويس، يقدر يتعامل مع الناس. هو شافك بتتعامل ازاي، وبالتالي بيبدا يتعامل مع الناس زيك.
لان انت بتبقى القدوه بتاعته ايه خلاص. بقى الصفات اللي فيه وهو بيتعامل مع الناس؟ بيتعامل مع الناس بشكل عامل ازاي؟ الفلكسبيليتي، لازم يكون عنده مرونه. انت بتتعامل مع كل الشخصيات، بتتعامل مع معلش ايه جيم وعنده مرونه دي عامله ازاي دي؟ ما تبوظيش وجهه لا، نظرنا عن دكتور، لا، الجيم. لا، لا يا عم مرونة اكيد في الموضوع. دكتور فهمنا غلط على فكره. مرونة. بص، المرونه في التعامل، المرونه ان أيوة، هو أيوة، يتفهم، ايوه 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 ان أيوة. هو يبقى الريفلكس بتاعه لذيذ، يخلي اللي قدامه يحبه، لان انت مكانك ده مكان حساس. الناس اللي هتيجي حساس، لا انا يعني ما مش علقتش حساسيه. انا المكان في رمضان فانا حساس. ما علقتش عليها بالنسبه لي عديت. ان في ناس بتتعامل معاها عقول صغيره، في ناس بتكون صناعيه، في دكاتره، في مهندسين، في طلبه. بيعرف يتعامل مع جميع الفئات في لازم المكان. يكون عنده المرونه في التعامل مع كل الاشخاص. لازم يكون عنده السمايلينج فيس، هو شايفك بتتعامل ازاي مع الناس. حد عنده مشكله، احنا بندخل مع الناس ساعات في مشاكلها الشخصيه، بيتعامل معاك، انت ما بتجيش ليه، انت ما بتتمرنش ليه، والله اصلا انا عندي كذا كذا كذا. بيبدا يحس ان المكان ده طبعا بيبقى الراي الطبيعي انا مراتي منكد عليا فمش عارف. ولو ولد صغير يقول لك بابا منكد عليا، بابا عايزني اذاكر. هي عشان كده احنا اتكلمنا في برنامج قبل كده، هتلاقيني بتكلم عن موضوع ان انت المذاكره عمرها ما هتقطع لك الجيم، ولا الجيم هيأثر على المذاكره. انت لو نظمت وقتك الدنيا كلها هتبقى بيس. دايما التايم مانجمنت ده اهم حاجه في الحياه، وده اتكلمنا فيه قبل كده كتير. كلمنا بقى عن التسويق، ازاي بتسوق للجيم بتاعك؟ التسويق هي كبدايه طبعا لازم يكون عندك الخلفيه الكويسه جدا ان انت ازاي تعرف تتعامل مع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا التعامل معاها مش سهل، يعني انت عشان تنزل مثلا اعلان وتنزل صور بتختار التوقيت اللي انت هتنزل فيه بنفسك؟ انت بتشتغل بنفسك؟ طبعا، مش بتهاير ايجنسي؟ لا 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 خالص، انا اللي بعمل الراجل ده جاي يضرب لكم اكل عيش. فبص، دي دايما حاول تقلل التكاليف في اي بزنس بتعمله. بس ده هيوصلك لسقف معين في الارباح؟ لا مش هيوصلني، لاني انا بتطور. شفت قال لك مش هيوصلني. لا 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 خالص. صح، الراجل واضح انا مش هيوصلني اصلا. لا انا اقصد يعني ان هو انا بالنسبه لي بتطور في موضوع اي حاجه ببدا فيها من تحت لفوق، ولكن بتطور سريعا، لاني بعرف ايه اللي ممكن ان انا اعمله يكون بيعمل اد للادفيرتايزنج اللي انا بعمله. ازاي اعمل اد للناس التانية، ازاي اعمل شيرنج. وجهة نظر مهما انت مارست بنفسك مش هتبقى زي شخص خبير. يعني انا لو مارست الرياضه اللي يا باشا قولها له، لو انت عملت كده هناكل عيش منين؟ لا لا مش ده الاساس، بس يعني انت ليك سقف معين في النولج وفي طريقه التعامل. اكيد دي مش صنعتك، فاكيد انت دماغك في هيدك معين في حته معينه، فالحته دي هي مش كل تركيزك. بص زي ما هو بيعمل دعايه لنفسه انت تنزل تمرن الناس. نعمل تبادل منفعه. صح. بص، هي الفكره صح، اكيد انت كلامك مظبوط، كل واحد بيلعب في منطقته كويس جدا، ولكن انا بقول لك انا بتطور. بطور نفسي. عندك تجربه مثلا سيئه مع شركات الماركتينج؟ ما هو مش تجربه سيئه ولا حاجه، انا بعمل الماركتينج عن طريق الفيسبوك لحد دلوقتي بس، ولكن لسه ما توسعتش، ما عملتش ويب سايت. ده ممكن يبقى شغل الميديا اكتر مع حد تاني يكون بروفيشنال، انا ممكن ابقى عندي الاكسبيرينس. ليه ما تعمله بالمره هو كمان؟ عامل بقى الموقع. ما خلاص بقى يعني مثلا الفيسبوك عندك، انت لما بتدخل بتختار المكان اللي انت هتوزع فيه السوشيال ميديا بتاعتك او الادفيرتايزنج بتاعتك، تختار المكان، بتختار الاعمار، بتختار الوقت وبتدفع. ولكن الموضوع اكيد لما يكون حد بروفيشنال في الموضوع ده انا هستفيد منه جامد جدا، واكيد عنده خبايا انا مش هكون عارف. ايه النصايح بقى اللي تقدمها لشخص هو داخل على البيزنس او بيفكر يعمل البيزنس بتاعك؟ ايه النصايح اللي هتفرق معاه في البدايه؟ بص، النصايح ان هو دايما لازم يكون موجود في المكان. اي بيزنس بيفتح مستحيل تفتح وتسيبه، المكان لازم تقف فيه على الاقل من 6 شهور لسنة عشان يبدأ بنفسك. المكان طبعا تبدأ تشوف المكان من كل زوايا، ولسه موجود. دكتور محمد بيشتغل من الصبح لحد الساعة 1 الساعة 2 بالليل، بس كده برضه البيزنس هيبقى ليه ليميت معين لازم. بص، بالبداية انا قلت ايه دايما بالبداية انت ممكن في البداية لسه اول 20 سنة ممكن طموحي انا يكون عالي، وممكن تكون الخبرة بتاعتي بتساعدني ان انا اقعد وان ده شغلي انا بحبه. انت لو حابب الشغل انت ممكن تبات في الشغل، خلي بالك. انا كنت ببات في الجيم، اعمل اظبط الاجهزه، اعمل مشايات، استلم اجهزه، في فني جاي لي
عادي، هو حب. يبقى الافضل الاولى ان هو يقعد في مكان يبشر من كل نفسه، لازم عشان مساحة يشوف تانية. الزوايا ويشوف كل الاخطاء ويشوف ايه اللي بيحصل ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان هو بعد كده يقدر يقيم انا رايح فين، المكان ده ماشي ازاي، ايه الاخطاء، ايه المعالجات. فلازم يكون متواجد. دي اول نصيحه. النصيحه التانية لازم يكون عنده راس مال زياده على جنب كده، اسمها الظروف الامرجنسي كيسز، حاجه زي الكورونا، زي ما حصل الكورونا. معظم الناس بتبدا بزنس هو مش سايب بالظبط. جزء الماركتنج. ازاي بقى انا عندي 100 جنيه ورحت اشتريت بيها بضاعه وقاعد عشان ابيعها؟ طب ما اتباعتش، هتعمل ايه؟ روح حطها في الثلاجه. بالظبط. فاهم قصدي؟ لكن انت عشان تبيع لازم يكون عندك الخلفيه ان انا لازم يكون عندي للامرجنسي مبلغ معين، اي طارئ بيحصل. طب الموظفين هيقبضوا ازاي؟ انت هتجيب ايجارك ازاي؟ هتدفع كهربتك ازاي؟ هتدفع ميتك ازاي؟ 3-4 شهور قدام. بالظبط، لان ده الجيم عامه بيبقى سيزون، مواسم. الصيف. النصيحه الثانيه ان انت دايما تكون كير اباوت يور ستاف. لازم تهتم جدا بالستاف بتاعك، ده اهم من اي حاجه. الناس بتجيب الناس، لو انت الستاف عندك مش كويس هيمشوا الناس، هتمشي. مظبوط. لان ممكن الناس ما تجيش عشانك، ممكن تيجي عشان احمد، عشان عبد الرحمن، عشان اسلام، مش هتيجي عشان انا. فلو عبد الرحمن واحمد واسلام مشوا، الناس دي هتروح معاهم في مكان تاني، يبقى انت خسرتهم. لازم يكون عندك تفسر عشان اعرف يعني كير اباوت ذا ستاف. طبعا تهتم لا يعني تشوف ستاف نظيف. يعني قصدي طبعا ناس يعني ناس كويسه طبعا كويسه. الحوار بس ما يروحش في حته. لا مش هيروح. الستاف اللي هم الشباب اللي بيشتغلوا معاك، ما تحاولش ان انت تتعامل معاهم ان هم شغالين عندك، دايما تتعامل معاهم كأن انتوا شغالين مع بعض. هو ده سر النجاح، ان انت تكون مع الستاف زيك زيهم. انا ما بقولش لحد اعمل حاجه، انا ما بحب اخلي حد يعمل حاجه، هم اكيد هيسمعوني في البرنامج، انا بعملها، هو بيشوفني بعملها، هو بياخد من ايدي الحاجه بيعملها، بيحاول يبص يتعلم، يجي بعدين ابص عليه هو بيعملها لوحده. لكن انا ما اقولوش ايه ده انت عملت كده ليه، ما عملتش كده ليه. احنا بنسميه الاداره بالحب طبعا. دي الليدرشيب اللي هو يعني بيسموها كده الكوميونيكيشن سكيلز. لازم يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز عشان تعرف تتعامل مع الستاف. مش اي كابتن بيقول الكلام اللي انا بقوله لك ده، ولا اي كابتن عنده الاكسبيرينس اللي انا بقولها دي. ممكن يكون عنده اكسبيرينس على التمارين، على الاجهزه، ما عندوش اكسبيرينس في التعامل مع الناس. كوميونيكيشن سكيلز مش موجوده، مش عارف يتعامل مع الناس اللي بتتمرن في الجيم. فده كله محتاج ان انت تكون عندك الاكسبيرينس دي. كابتن سيد شرفت بيك. انا ليا الشرف. النصائح الحلوه دي بجد انا ليا الشرف. وانتظرونا بقى في الحلقه الثانيه ان شاء الله.